لازم نفرق بين الامساك المزمن والامساك الوظيفي. الامساك المزمن اللي هو عدد دخول مرات الحمام اقل من 3 مرات في الاسبوع، يعني المريض ما بيدخلش اكتر من 3 مرات في الاسبوع. لكن الامساك الوظيفي المريض بيدخل كل يوم الحمام، عنده الرغبه في دخول الحمام يوميا، بس ما عندوش القدره على الافراغ. يعني ما بيعرفش يعمل حمام، بيعمل حمام بصعوبه، بيحتاج لعامل مساعد علشان يفرغ، سواء استخدم دفع الميه زي الشطاف، او استخدم ايده، او طريقه تانية بحيث ان هو يعرف يفرغ الفضلات. وحتى بعد ما بيفرغ بيحس بعدم التفريغ الكامل، حس على طول بالامتلاء، ان في جزء من الفضلات موجوده جوه المستقيم او الشرج. فده بالنسبه لحالات الايه الامساك الوظيفي. فالامساك الوظيفي امتى يلجا للدكتور؟ طبعا هو لما المشكله بتكون متفاقمه، ما تستجابتش لللايف ستايل موديفيكيشن، ان هو شرب سوائل كالخضروات فواكه، خد ملينات خفيفه، والمشكله ما اتحلتش، يبقى لازم يلجا للدكتور. في الغالب زي ما قلنا الامساك الوظيفي علاجه بيكون علاج يعني كذا دكتور مع بعض او كذا تخصص مع بعض. ما بيبقاش دكتور الجراحه لوحده، ولا دكتور العلاج الطبيعي لوحده، ولا دكتور الجهاز الهضمي لوحده. لازم الثلاثه يشتركوا في علاج مشكله الامساك الوظيفي. مريض الامساك الوظيفي هو محتاج بس في البدايه حد يوجهه للطريق الصح، يعني حد يوجهه للطريق الصح للتخصص المناسب لحالته. في حالات كتير قوي بتفضل تتعالج على انها قولون عصبي ومشاكل في القولون سنين طويله، وهو ما عندوش مشكله في القولون، المشكله عنده من الجزء السفلي في عضلات الحوض او المستقيم او عضلات الشرج. ففي البدايه لازم التوعيه، لازم المريض يبقى فاهم وعارف ايه الفرق ما بين الامساك المزمن والامساك الوظيفي. عرفنا الفرق ما بين الامساك المزمن والامساك الوظيفي، المريض هيقدر يتوجه للتخصص الصح. في حالتنا، في حاله الامساك الوظيفي، في البدايه في الغالب بيكون دكتور جراحه الشرج والمستقيم. دكتور جراحه الشرج المستقيم بياخد الهيستوري من العيان، من المريض، يشوف ايه المشاكل اللي بيعاني منها، هل هو ماشي فعلا في سكه الامساك الوظيفي ولا الامساك المزمن. بيبتدي يعمل له بعض الفحوصات. يعني انا عندي في العياده في جهاز اسمه بروكتوستيشن، بقدر افحص العيان انوسكوب، منظار كده، بقدر اشوف هل في سقوط في المستقيم. ممكن اعمل له مانومتري، اشوف في تشنج في عضلات الحوض او عضلات الشرج. في بعض الحالات بطلب منها اشعه ديفكوجرافي، اشعه رنين لعضلات قاع الحوض. في بعض الحالات بنطلب منها اي ام جي، رسم العضلات الشرج وعضلات الحوض. فده في البدايه. بعد ما بنعمل الفحوصات بتاعتنا وبنشخص الحاله صح، نعرف السبب، سواء السبب كان محتاج تدخل جراحي، او السبب مشكله في عضلات قاع الحوض محتاج تاهيل في البدايه وبعد كده تدخل، او تاهيل وعلاج مستمر، او علاج تحفظي. فعلى حسب الحاله. فامتى المريض يلجأ للدكتور؟ لو عنده مشكلة إمساك مش عارف سبب ليها، أو مش لاقي سبب ليها، اتعالج فترات طويلة ومش واصل لسبب محدد ليها. عنده صعوبة في الإخراج، بيحس إن عنده حمام، أو عارف عنده رغبة في دخول الحمام، بس ما عندوش القدرة على التفريغ، على طول حاسس بالامتلاء. فساعتها يلجأ لدكتور جراحة الشرج والمستقيم في البداية.